هاي، انا روان والنهارده هنتكلم عن ازاي نقدر نتعلم لغة في البيت بطريقة سهلة. انا مش هقولك ذاكر وهات ورقة وقلم واحفظ كلمات وذاكر جرامر والكلام ده كله. انا بس هقولك ان تعلم اي لغة بيحتاج وقت، صبر، مجهود، ممارسة. هو مش سحر، مش من يوم وليلة، بس انا هديك خطوات بسيطة تسهل عليك تعلم اي لغة تكون ممتعة ومفيدة الى حد ما. اول حاجة ان احنا نغير لغة الموبايل للغة اللي احنا عاوزين نتعلمها. لما اعود عيني طول الوقت ان هي تبقى شايفة اللغة، ده هيساعدني ان انا اتعلم بشكل اسرع. تاني حاجة لازم اعرف اساسيات اللغة دي. هفتح اي فيديو على اليوتيوب واشوف الحروف بتاعة اللغة ديت بتتنطق ازاي، هشوف بتتكتب ازاي، هحاول ان انا اسمعها اكتر من مرة وانطق اكتر من مرة النطق اللي انا سامعاه بالطريقة الصح الى حد ما. تالت حاجة لازم اتعود ان انا اسمع اللغة دي طول الوقت، اسمع كتير جدا. السمع اكتر حاجة هتساعدني ان انا اطور من اللغة واتعلمها بشكل اسرع. طيب انا هسمع ايه؟ هسمع حاجات انا بحبها علشان ما ملش وما زهقش بسرعة. يعني انا لو بحب اسمع اغاني، ماشي، مفيش مشكلة، هسمع اغاني باللغة دي. بحب اتفرج على افلام ومسلسلات، مفيش مشكلة، اسمع بودكاست، مفيش مشكلة. المهم ان أنا اسمع اطول فترة ممكنة على قد ما اقدر. السمع هيساعدني ان انا اطور من اللغة بسرعة. رابع حاجة بعد ما اتعودت على سماع اللغة، احاول اني اكرر. يعني انا عجبني حتة مثلا من الاغنية اللي سمعتها او من المشهد اللي انا سمعته، احاول ان انا اكررها بالظبط. ده هيساعدني ان انا اعمل حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا اظبط الاكسنت بتاعتي. تاني حاجة هتساعدني فيها كده انا هبقى طلعت الجملة ديت، سمعتها، حفظتها وكررتها اكتر من مرة. الجملة ديت ممكن اصلا تبقى بتتقال في كذا موقف، فديت سهلت عليا كتير. بقيت انا بعرف اقول حاجة في كذا موقف من غير ما احفظ كلمات ومن غير ما انا اذاكر جرامر. فدي هتبقى حاجة حلوة ومفيدة جدا. خامس حاجة، ممكن الاغنية اللي انا بسمعها ديت او المسلسل اللي انا اتفرجت عليه فيه كلمات انا مش عارفاها ومش عارفة معناها. ممكن اكون فهمت بشكل عام بس لسه في حاجات مني واقعة. مفيش مشكلة ان انا اطلعها واترجمها واعرف الكلمة ديت معناها ايه واحفظها. سادس حاجة وديت هتساعدنا ان احنا نفهم الجرامر من غير ما نذاكره، هو ان احنا نقرا كتب. هنقرا كتب بسيطة جدا، هي الكتب بتاعة الأطفال، بيبقى الكلام فيها بسيط، بيبقى كمان في صور بتساعدني إن أنا أفهم لو في كلمات هبقى لسه مش عارفاها. فالصور هتوضح لي الكلام اللي موجود. ومن كتر ما أنا بقرأ وشايفة الكلام مكتوب ازاي، هعرف الجرامر وهعرف ان انا اتكلم، لان انا شفتها كده. انا شفت الكلمة مكتوبة قدامي كده، يبقى انا خلاص في اي موقف هتكلمها كده. انا سمعت مثلا بيتقال كده فانا حفظت الجملة كده من غير ما اذاكر جرامر، من غير ما احفظ الكلمات. سابع حاجة، لازم اني امارس اللغة وان انا اتكلمها كل يوم. هتكلم مثلا عن حاجات انا بحبها، هتكلم عن حاجات حصلت في يومي او الحاجات اللي انا هعملها بكرة. لو انا عندي صحاب بيتعلموا نفس اللغة ديت هتبقى حاجة حلوة جدا ان انا اتكلم معاهم وامارس اللغة معاهم. نتكلم مع بعض ونصحح لبعض ونشجع بعض. بس كده، هي ديت الحاجات اللي انا بعملها لما باجي اتعلم اي لغة، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وبس.